السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متتبعي الكرام، عواشركم مبروكة، الله يدخل علينا وعليكم يا رب هذا الشهر الفضيل بالصحة والسلامة، وتقبل منا الله صالح الأعمال. بالنسبة اليوم صديقاتي أصدقائي، الاقتراح ديال اليوم هو واحد العصير اللي منعش بدون حليب بدون فواكه، تيجي رائع جدا، لذيذ غني صحي، من ألذ العواصر اللي غادي تذوقوها. يعني اللي ضاقوا عندك تكون عنده ديك علامة استفهام، ما يفهم والو. واحد العصير اللي كيف ما قلت لكم لذيذ، سهل التحضير، منعش، تيجي خاتر، تيجي رائع جدا. نتمنى تجربوه، وانا اكيده انه غادي ينجح معكم. واللي تيصادف قناتكم قناه شهوات الدار مع بشرى يشترك معايا في القناه ويضغط على زر الجرس باش يبقى دائما يتوصل بجديد القناه. كيف ما تشوفوا معنا المكونات بسيطه جدا، تنحتاجوا لجوج ديال الحامضات كيف ما تشوفوا. بالنسبه لبنات الحامض غادي نحتاجوا لواحد الحامضه اللي تتكون طريه، طريه وحامضه، اللي ديجا البنات بيتناها في المجمد، يعني يومين وانا دايرها في المجمد متلجه. بالنسبه للحامض متلج انا راه ما تيخطانيش، لان الاغلب العواصر اللي تنحضر ولا باز ديال العصيرات تيحتاج حامض مجمد. كيف ما تشوفوا معايا تنحتاج جوج ديال الفرماجات، وتنحتاج لواحد الياغورت بالنكهه ديال الحامض، الا كان غيكون احسن. ما كانش استعملوا الفاني، تيكون كذلك متلج ليله كامله. وتنحتاج للسكر على حسب الذوق، درت هنايا كاس لاروب. انا يعني ما تيعجبنيش عصير يكون حلو بزاف. بالنسبه للكميه ديال العصير تقريبا غادي تخرج معنا 2 لتر من العصير. احتاجيت كاس لاروب. صافي البنات، كيف ما قلت لكم ضروري من الياغورت يكون مجمد، وضروري كذلك من حامضه متلجه وحامضه طريه. اللي غادي ناخذوا اول حاجه القشور ديالها، غادي ناخذ ديك الحامضه وغادي نحكها. غير القشره رقيقه البنات، تنأكد ما تنحكوش، ما تناخذوش داك البيض ديالها، لانه سيعطينا المروره. ضروري تنحكو غير ديك القشره الرقيقه على هذا الشكل، واحد الحامضه، وتنحطوها على جنب. وغادي ناخذ كاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه السكر، وغادي ندير فيه داك البشر ديال الحامض، وغادي نخلي داك الحامض يطلق ليا، القشور د الحامض يطلقوا ليا الماء ديالهم في السكر. صافي، وغادي نضيف عليهم الكاس ديال الياغورت اللي متلجه البنات، حجره تنأكد عليها، ضروري خصو يكون متلج. وتناخذ الحامضه اللي متلجه تنقشرها، نقطعها وتنقيها البنات، ضروري تتحيدوا ليها البذور، تنقيوها مزيان مزيان. تنضيف عليها جوج فرماجات بالنسبه للفخوماج على حسب الرغبه، اي نوع تتفضلوا، هذا او كيري اللي يعجبكم واللي متوفر عندكم. وتناخذ ديك الليمونه الحامضه اللي عصرتها تنعصروها وتنضيفوها. ثم كيف ما شفتوا معايا غادي نضيف الحامضه اللي قطعتها مع دوك جوج فرماجات، غندير كلشي في الخلاط الكهربائي. غادي نضيف عليه تقريبا واحد ربع كاس من الماء، وغادي نطحنو مزيان. ما تنكثروش الماء البنات في هذه المرحله، حتى تنطحنوا الخليط جيدا، ما تكثروش الماء، طحنوه مزيان مزيان مزيان. ومن الافضل الماء يكون بارد بارد، ويكون عندكم يعني خلاط نوعيه جيده، باش الا طحنتوا فيه يعني الياغورت مجمد ما يفسدش معكم، الكاس الخلاط ما يفسدش معكم. المهم البنات تنبقى نطحن ونتوقف، نطحن واحد 5 دقائق ولا نتوقف، نريح الكاس الخلاط ونعاود نطحن. المهم تنستمر في العمليه انني تنطحن ونتوقف، نطحن ونتوقف مده طويله، حتى يعني تنطحنوا مزيان، تنسجموا العناصر. وهذا هو السر ديال هذا العصير هذا. ضروري البنات ما تنسجموا دوك العناصر، تنطحن مره وجوج وثلاثه. من بعد ما طحنتو مزيان غادي نصفيه، ضروري تناخذ سباتيل، تناخذ صفايه، وتناخذ واحد السباتيله باش غادي نحيد يعني نحكو باش يدوز دغيا، وتنصفيه. تنحصل على واحد العصير اللي رائع جدا، اللي اللون ديالو رائع والله البنات، لونه غزال غزال غزال. كيف ما تشوفوا معايا من اروع كيف ما قلت لكم العصيرات اللي غادي تجربوهم.
صافي غندوز بالسباتيلا، غادي تشوفوا ان كاينه يعني غير داك البشر شويه اللي بقى منه ما تطحنش مزيان، فقط تيكون صافيه البنات. صافي غادي نجيب القريعه ديالي او الكاس ديال اللي نقدم فيه، وغادي نقدمه معاكم بالصحه والراحه. يعني العناصر فيه كلها يعني كلشي، الياغورت جامد، الحامضه جامده، الماء بارد، يعني تيتقدم في نفس اللحظه، تيجي رائع البنات، تيجي كيف ما تتشوفوا معايا فيه واحد اللون اللي رائع خاطر ولذيذ. نتمنى انكم تجربوه، وانا اكيده الا جربتوه انه غيولي معتمد عندكم. كيف ما قلت لكم عصير جديد بطريقه جديده، بدون حليب بدون فواكه، والاهم من هذا انه منعش وصحي. نتمنى هذا النوع هذا اللي قدمت لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع عصير جديد لهذا الشهر الفضيل. نتمنى كيف ما قلت لكم اللي تيشوف القناه ديالكم قناه شهيوه الدار مع بشرى يبارطاجي القناه مع الاصدقاء ديالو باش تعم الفائده. ودمتم في امان الله وحفظه، مع السلامه.